سمعت عن السيدو ساينس؟ ما سمعتش؟ وارجع متابعة مش هتخسر حاجة. وتعالى ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك. صباح الخير عليك. سيدو ساينس، ورب اكون بنطق الاسم صح، يعني علم ذات، بمعنى وكل تصريح او اعتقاد او ممارسة بتدعي انها علمية وحقيقية مع بعض، ولا ليها سند ولا ليها اي منهجية علمية بالمرة. كمان العلم الذات من اهم صفاته ما عندوش انفتاح لتقبل تقييم الخبراء والتمسك بالنظريات حتى بعد مرور زمن من فقد مصداقيتها بالتجارب والدليل والبراهين. ويعتبر انه مهين لصح لانه بيقدم الفكرة على انها علمية بطريقة خاطئة ومضللة. طب ايه لازمة الكلام ده؟ شوف يا سيدي، انتشر في الاونه الاخيرة بصورة بشعة ما يسمى بالعلم الذاتي. اي نعم ان اللي بيروج للموضوع ده قلة قليلة لا تذكر، لكن فعلا لو تناقش اي حد فيهم هتلاقيهم مصممين. والغريب بقى ان ما وصلش الموضوع للعلم بس، ده بقوا يروجوا لايات من القرآن الكريم، تفسيرات ما تعرفش هم جايبينها منين اصلا. بديك مثال على كده، زي المسطحين بالظبط اللي دماغهم مسطحة، واللي احنا في 24 ولسه بيروجوا للجهل ان الارض صينية، وبيستدل بايات من القرآن اللي تفسيرها غير اللي بيقولوا تماما. مش بس كده، ده انا اعمل لهم حلقة في ما وراء الطبيعة لما تخلص ان شاء الله هنزلها، وفيها تفسير صحيح لكل الايات اللي بيستخدموها وبيروجوا ليها من كبار المشايخ وادلة علمية، عشان هم مقتنعين ان ناسا ضحكت على البشرية، مع ان ثبوت كروية الارض قبل الصعود للفضاء ببروف من قبل ميلاد ناسا، واقر بها علماء الفلك من المسلمين، وحط تحت المسلمين ديت 100 خط. ده غير موضوع ناسا والصعود للفضاء، في 11 مسلم طلع الفضاء. طبعا هما بالنسبه لهم ان كل الكوكب مشترك في الكذب على البشريه، ومش ناسا بس ولا امريكا هي اللي صعدت للفضاء، في روسيا وعندك الصين وعندك اليابان، في دول كتير بدات تطلع للفضاء. مش ده موضوعنا دلوقتي، انا هوريك عينه، شوف كده. لماذا جعلوا الأرض كرة؟ هناك أسباب كثيرة جدا، لكن راح أذكر لكم بعض هذه الأسباب، والأسباب مترابطة. أهم سبب هو تغييب الناس، قطع أن يبحث الناس عن نهاية الأرض وماذا بعد نهايتها وغير ذلك. معنى ذلك أرقد، خلك في سبات عميق، وإحنا راح نسوي لك كل شيء، ما عليك، أنت في أيد أمينة. ماذا بعد الجليد؟ لا يهم. لماذا اتفاقية حوالي 60 دولة القطب الجنوبي؟ لماذا يحرسون الثلج أم البطاريق؟ لماذا لا يستطيع أحد أن يذهب إلى القطب الجنوبي إلا بتصريح permission؟ إذا كانت كرة دعوها مثل ما هي تسبح في الفضاء. لماذا تم تلميع العلماء إن صح التعبير السابقين الذين قالوا إن الأرض كرة؟ لماذا؟ نوما هنيئا وأحلام فضاء سعيدة يمنع اصطحاب الأطفال، فنحن في عالم مغلق. في المسطح ده بيسأل أسئلة دولابية، طبعا لو ما تعرفش هتقول صحيح، ازاي المنطقة دي محظورة، مع انك لو بحثت عن المعلومة هتعرف كام دولة راحت هناك للبحث العلمي لو هي محظورة. انا بقى نقول لك هي محظورة ليه؟ عشان كان في صراع بين دول لتملك أجزاء من الأرض دي، فتم عمل معاهدة ما بين دول لعدم المساس بهذه المنطقة لما تمتلكها من ثروات هائلة إلا للبحث العلمي، والمعاهدة دي نصت على 8 مواد. طبعا أنتاركتيكا عايزة حلقات، وتم توقيع المعاهدة دي ما بين 54 دولة، يعني هي لا محظورة ولا بتنجان، هي محظورة عشان الصراعات اللي كانت بين الدول. بس الناس المسطحة اللي بتستخدم العلم الزائف والدين العلماني هم اللي بيروجوا للكلام ده، ولازم تحسسك بالمؤامرات الكونية، مع انه لو فكر شوية تلاقيه منزل فيديو عن المنطقة دي بيقول لك المنطقة محظورة، وده الجدار الجليدي اللي هو نهاية الصينية بتاعتها، يعني هي محظورة متصورة وسط الجدار اللي هم بيقولوا عليه جدار جليدي، اللي هو أصلا دي جدار جليدية وبتسيح وفي منها بينهار، تصور بعدها موجود بعدها مية، وبالنسبة له هي محظورة على إيه؟ ما تفهمش، هي محظورة في دماغه. طبعا عرفنا ليه المنطقة دي محظورة، ومحظورة من إيه؟ كل ده متصور بالتفصيل وفي فيديوهات كتير على اليوتيوب. ولا ده جدار جليدي، ولا دي نهاية الأرض، ولا نهاية الصينية بتاعتهم، ولا أي كلام من الكلام اللي بيقولوه. اتكلمت في الفيديو دوت عن العلم الزائف اللي بيروجوا له، وإن شاء الله هتكلم في فيديو جاي عن الدين العلماني واللي بيروجوا ليه دلوقتي تأهيلا لتلحيل الشباب. سلموني، اشوفكم الفيديو اللي جاي.